البسبوسة الاقتصادية التحفة، بدون زبادي وبدون لبن وبدون سمنة وبدون زبدة، بشوية زيت وسكر. هتعملي أحلى بسبوسة مكرملة واقتصادية، طعمها تحفة يا جماعة. والله مش قادرين نقاومها من كتر جمالها وحلاوتها. مقاديرها سهلة وبسيطة جدا. كوبايتين من سميد البسبوسة، وشوية سكر هنحرقهم على النار، وشوية مية هنطفيهم بيها، وشكرا على كده، وحبة زيت. اقسم لكم بالله زي ما بقول لكم كده. شوفوا شكلها وشوفوا طعمها، شوفوا جمالها وحلاوتها. جربوها مش هتندموا. هقول لكم مقاديرها بالكامل على صندوق الوصف. هكتب لكم المقادير بالكامل. معلش سامحوني، النور كان قاطع زي العادة. اليومين دول يا جماعة النور بقى صعب جدا، ما بقاش له توقيت معين خالص. يعني نصور بالنهار يقطع، نصور بالليل يقطع، نصور في نص النهار يقطع. والله الواحد تعب، ربنا المستعان. زي ما بقول لكم كده يا جماعه، تحفه بجد، تحفه. جربوها هتعجبكم جدا. شوفوا الترميله بتاعتها، شوفوا هوري لحضراتكم ترميلتها ومتماسكه. شوفوا يا جماعه، شوفوا الترميله، ما شاء الله. دايبه دوب، دايبه دوب يا جماعه اهو. معلش بصور السوري بايد وبعمل لكم كده المعلقه بايد. شوفوا يا جماعه دايبه دوبين ازاي، شوفوا. تحفه بجد. جربوها. من مطبخ ياسمين الاكلات العصريه. لايك وشير وكومنت حلو زيكم. بحبكم في الله. ادعموني انزل لكم الطريقه كامله متكامله. بحبكم في الله. مع السلامه.